السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بوصفه حلوه قوي. الصينيه ديت صينيه لذيذه جدا، حلوه قوي وفيها تريكات حلوه قوي. هي لذيذه في الاكل وفي نفس الوقت هي عشوه وتنفع فطار، غنيه بكل حاجه فيها، جميع الاكل فيها. بصوا طعمها حلو قوي، جربوها وشكلها حلو قوي وفي نفس الوقت تغيير. هي عملناها عشوه ومعاها بطاطس محمره وبتنجان مع طماطم مخلله، وقطعنا بخيار وقوطه، وهيديكي صينيه طبق جبنه بالطماطم والخيار رهيب، ومعانا الطحينه. اكله ما شاء الله عليها، اتمنى تعجب حضراتكم. ويلا بينا اوريكم بنعمل ايه. بس قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا اقول لكم نمشي خطوه خطوه بعملها ازاي. ما تنسوش تدعموني واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. متشكره قوي لكل حبايبي اللي بيدعموني وبيبعتوا لهم تعليقاتهم اللي بتعجبهم. يلا نبدا، يلا بينا بقى على الطريقه. بس قبل ما نبدا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حياتك تسعد في راحه وفي امان. معايا 4 بيضات، ومعايا طماطم وخيار وفلفل، ومعايا بتنجانيه واحده رومي زي اللي حضراتكم شايفينها كده، ومعايا كيلو من البطاطس عملتها غسلتها وقطعتها وسبتها في ميه كده، وهوريكم الطريقه. اول حاجه نقطع البتنجانيه كده بالشكل ده كده، نشيل الجوز بتاعها. انا هشطفها بس كده عشان هغسلها تاني. اروح عاملاها كده اهوت، واروح مقطعها نصين كده، واروح مقشرها حته منها واحده بس كده، لان القشر ده فيه غذاء حلو قوي قوي للاطفال والكبار، فما ينفعش ان احنا نقطعه كله كده بالشكل ده كده. واروح مقطعاه ترانشات كده. هعمل البتنجانه ديت، هعمل منها وجبتين حلوين قوي. بتنجان زي المخلل بس بطريقه حلوه، والطريقه التانيه بتنجان البيض هوريها لكم دلوقتي، هوريها لحضراتكم. طريقه حلوه برضو، عشوه خفيفه ولذيذه. هقطعهم كده كلهم بنفس الشكل كده كده اهوت. قطعتهم كلهم بالشكل ديت، احطهم هنا في مصفى واشطفهم شطفه حلوه، واحط فيهم شويه ملح واسيبهم يتعملوا شويه. اما نقطع البطاطس، هنقطع بقى البطاطس كده. هعمل من البطاطس دي برضو وجبتين. انا هوفر على قد ما اقدر واعمل طريقه حلوه وعشوه حلوه في نفس الوقت وتغيير، وفي نفس الوقت ان انا بوفر باقل الامكانيات تقدري تعشي اولادك وانتم مبسوطين، ولا من غير لحوم بقى ولا فراخ ولا الكلام ده كله. هقطع بطاطسين شرايح كده رفيعه كده اهوت، عشان دي هعمل منها وصفه حلوه قوي، بس لازم تبقى رفيعه كده، يعني اضخم من الشيبسي بحاجات بسيطه كده اهوت. قطعتها كده زي ما حضراتكم شايفين كده. دول كده على ما اظن دول كفايه قوي. هحطهم برضو في طبق بلاستيك، وهقشر دول صوابع، هعملهم بطاطس تحمير صوابع كده. ده هعمل طبق منه بطاطس محمره، والبطاطس ديت هعملها وجبه حلوه قوي، طريقه حلوه وجديده وفي نفس الوقت لذيذه، مش مكلفه خالص، باقل الامكانيات. ما تصعبيش على نفسك وعلى جوزك الحياه صعبه كده كده من الواحد شايفه. ربنا يطلعنا منها على خير. هنمشي على قد امكانياتنا
والبطن ما بتشكرش. خلوا بالكم ان البطن ما بتشكرش مهما كلت محمر ولا مشمر او اي حاجه، ما بتشكرش. فنحمد ربنا دايما باي لقمه انت بتاكليها، الحمد لله، حتى لو بعيش وملح نقول الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا، وربنا يديم علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. نعمل الكميه كلها صوابع كده، وبعد كده اقول لكم نعمل ايه. اول حاجه هنبدا، انا علقت على طاسه الزيت اهيت عشان الزيت يقدح، وهنا معايا الصينيه اللي هعمل فيها، حطيتها كده بالشكل ديت. هحط فيها حبه زيت، حطيت حبه زيت بالشكل ده كده. هنحط فيها البتنجان عشان دي اللي هعمل فيها كلها. انا مش عايزه البتنجان يتقلي، اللي مش عايزاه يشرب زيت. هعمل كده بالشكل ده كده، هاخد المنظر بالشكل ده كده، واروح حاطه البتنجان بالشكل ده كده. انا كده مقطعاه رقيق، فبالتالي ان هو مش هيشرب زيت. انا هعمل كله في الصينيه ديت. انا هرصهم كده. الاكله دي الكل هيحبها. عايزه حبايبي اللي بيتفرجوا عليا يصلوا على الرسول ويستغفروا ربنا دايما ويسبحوا ويحمدوه. الحمد لله على كل شيء، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بذكر الله تطمئن القلوب. وما تنساش يا حبايبي، حبيبه قلبي انت وهي اللي بيتفرجوا عليا يعملوا لي اشتراك ويدعموني. اختكم ام يوسف بالشكل ده كده. لكن في الطاسه الثانيه ديت هحمر فيها البطاطس نص تحميره برضو. بالشكل ده كده هخليهم برضو ياخدوا نص تحميره. بالشكل ده كده. اتمنى التصوير يعجب حضراتكم، وبشكر كل حبايب قلبي اللي بيدعموني وبيبعتوا لي تعليقات بتبسطني قوي بتفرحني. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني، والله العظيم بفرح بالتعليقات دي جدا. ربنا يفرحكم ويسعدكم باولادكم يا رب في حياتكم. اتمنى مفيش ولا واحده من حبايبي اخواتي اللي في الله اللي بيتفرجوا عليا يستخسروا فيا اشتراك ويدعموني. اهو بالشكل ده كده. الزيت طبعا ده انا مش هرميه، انا هعمل فيه بقيه الوجبه كلها. هخلص اهو كميه البتنجان كده زي ما حضراتكم شايفين. ما نهدرش في الزيت، انتوا عارفين الزيت غالي. وفري يا اختي انت وهي في الايام اللي احنا فيها دي، حبه زيت هيقولوا لك كل حاجه زي بالشكل زي ما حضراتكم شايفين كده. علينا البتنجان زي ما حضراتكم شايفين كده. وفي نفس الطاسه هقلي فيها شويه فلفل، شويه فلفل صغننين كده مقطعهم برده شرايح كده. مش بقول لكم انا هعمل لكم عظمه. بعد ما شلنا طبعا عملنا الفلفل، حطينا كام طماطميه كده قطعناهم برده شويه الزيت اللي احنا الفاضلين عملناهم كده. هرش عليها رشه من الفلفل الاسمر كده اهوت، رشه من الملح بالشكل ده كده، ورشه من الكزبره الناشفه بيديها طعم حلو قوي. وبعد كده هطفي عليه لان بقيه الوصفه هيتعمل في الفرن. هطفي عليها كده وهطلع البطاطس من هنا
انا البطاطس انا عايزاها ما تستويش، يعني يا دوبك تاخد لون كده زي ما حضراتكم شايفين كده. هي كده بالنسبه لي خلصت. هطلعها، هطلع البطاطس كلها. بصوا سامعين القلمشه بتاعتها. انا عايزاها تغلي لانها هتكمل سواها في الفرن. طول ما انت قاعده في البيت بشطارتك اخترعي اي اكله لاولادك هيحبوها ما دام هتعملها لهم بايدك. هنجيبها الصينيه زي ما احنا عملناها كده. هجيب البيض 4 بيضات اهمت، هحط عليها شويه من الفلفل الاسمر عشان الزفاره. هتبل البيض عامه يعني. شويه فلفل اسمر، شويه من الكزبره، شويه من البابريكا، شويه من الكمون. بسيط قوي من الكمون عشان ما يمررش الاكله. واروح مقلباها في بعض كده كويس قوي 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 عشان التوابل ما تراكمش في حته معينه. هقلب كده شويه. هفضل اقلب فيها كده شويه. كل التتبيله يعتبر اتحطت هنا. هحط حبه ملح، واقلب كده شويه. واروح حطاها، لا هخليها الاخر. هحط البتنجان والفلفل هنا عرقات كده، اوسعهم بالشكل ده كده كده. هرص كده الرص كده بتنجان جنب بعض كده اهوت. طبعا قبلها تكون انتي مولعه الفرن، مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط في الفرن كده. بالشكل ده كده وزعناها كلها كده. بالشكل ده كده. الطماطم تحت والفلفل والبتنجان. هجيب البطاطس اللي انا عملتها ديت، احط عليها توابل من البطاطس، رشه من توابل البطاطس بالشكل ده كده، واروح رصاها كده. عشوه خفيفه وحلوه في نفس الوقت واقتصاديه، بكل برضو اي امكانيات عندك هتمشي يومك. وزي ما قلت لكم البطن ما بتشكرش، كلت محمر زي كلت الاكل الخفيف زي ما كلت اكل حرش. جميع كل حاجه. لو زي ما رسمناها كده بالشكل ده كده، هرش عليها رشه تاني من توابل البطاطس. توابل البطاطس دي بتيجي من عند اي عطار، ولو مش متاحه برضو عادي ما انتوا حط بدلها هي رشه بابريكا على الوش كده مع توابل فراخ، وشكرا على كده. واروح جايبه البيض اللي انا متبلاه ده كله كده مع بعض، واروح رشاه هنا كده، وهتاكلي احلى اومليت بيض بالبطاطس بالبدنجان بالفلفل بالطماطم. صينيه روعه بصراحه، ربنا هتعجبكم، هتعجب كبير وصغير ان شاء الله. تنفع فطار وتنفع عشاء خفيف واقتصاديه في نفس الوقت. في بقى تركايه ممكن تحطيها وممكن لا. لو في تركايه ممكن تحطيها لو متاح عندك جبنه شيدر، مش متاح عادي ممكن تحطيها زي ما هي كده في الفرن، تاخد وش تتحمر من تاخد من شويه من تحت تحطها من الفرن تاخد وش، وشكرا على كده. تاكلي احلى صينيه. هي بديل زي المسقعه، مش بتقول المسقعه بس هي بديل المسقعه، بس التركات حلوه قوي. تحط عليها جبنه بقى رومي شيدر موتزاريلا، كل جميع الجبن اللي انتوا عايزينها ممكن تحط كده اهوت. انا لو اي حاجه متاحه عندكم تمشي. انا كان عندي جبنه شيدر وجبنه رومي في الفريزر، رحت حطاها. كان لو جبنه موتزاريلا تبقى احلى واحلى، بس للاسف ما عنديش. ممكن تحطوها ساده، ما تصعبوش الحياه على نفسيكم. اي حاجه عندكم متاحه تتحط وتحط زي ما هي كده في الفرن.
وزي ما حضراتكم شايفين كده هحطها في الفرن. انا كنت عايزه الفرن قبليها بالشكل ده كده، بسيبها في الفرن قد 10 دقايق، ربع ساعه كتير قوي، لان هي كل حاجه انا مسوياها دوبك تتحمر والبيض يستوي وشكرا على كده. هرجع لكم بعد ما تخلص. بالبتنجانتين اللي نقصوا حطيتهم هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، وعملت لها دقه حلوه قوي، فلفل بليمون بملح بخل، ما حطيتش ولا اكتر ولا اقل، معلقتين هريسه، واحطهم بالشكل ده كده بالشكل ده كده. وهجيب طماطميتين 2 وهحطهم في النص كده بالشكل ده كده. الطماطم بالخلطه اللي انا عاملاها دي بتبقى رهيبه، ولو معاها توم، بس احنا ما بنحبش التوم عشان بينفخنا عشان القولون. بحطهم في الشكل ده كده، واروح حطاهم كده اهو، والف هنا وشفا. طبعا احنا سايبين الصينيه في الفرن تخلص بالشكل ده كده. الطبق ده لوحده كفيل يخليني مش عايزه حاجه قبليه ولا بعديه. بألف هنا وشفا. وهنا هقطع طماطميتين، قطعتهم بالشكل ده كده، وعليها خيارية واحدة هقطعها حتت صغيرة، وهعمل طبق جبنة حلوة قوي برضو، الجبنة البيضة. هي عشوة حلوة جدا وخفيفة وفي نفس الوقت لذيذة. هقطعهم بالشكل ده بالشكل ده كده. عليها معلقتين من الجبنه، اي نوع جبنه عندك. قلت لك حياتك ما توقفاش على حاجه، ولو مش متاحه برضو الصينيه كفيله لوحدها اللي احنا عملناها. ممكن تحط عليها نص معلقه من هريسه الشطه كده طعم. هضيف عليها معلقه هريسه من الشطه كده، ممكن تقطع عليها فلفل برضو. وبالشكل ده طبقنا ده خلص، طبق الجبنه ده برضو خلص. السلام عليكم. بالشكل ده كده. معلش الاولاد بتتكلم انا قاعده بصور، اسفه على الازعاج. بالشكل ده كده الطبق التاني خلص. احلى طبق جبنه ممكن تاكله كده لوحده، وبالذات اللي عاملين ريجيم. الطبق ده حلو ليهم قوي. والطبق التاني طبق خلص. ودلوقتي اهو بنشوفها اهي، ما شاء الله جميله جدا. هي كده خلاص استوت، نشيلها. وبكده تبقى هي دي اكلتنا، اكله حلوه قوي، اتمنى تعجب حضراتكم. هي بصوا بتطلع معاكم زي القرص كده، وزي ما حضراتكم شايفين. انا هقطعها لحضراتكم واوريكم كده، تطلع معاكم بالشكل ديت. طعمها حكايه، الطعم بتاعها نفسه لذيذ جدا. دو يا يوسف كده، ايه رايك؟ طعمها حلو قوي، اتمنى تكون عجبت حضراتكم. مع لقمه عيش بتبقى حلوه مع العيش، يعني تعملوا ممكن تعملي منهم احلى سندوتشات. ممكن تنفع فطار وعشاء، وينفع غدا برضو على فكره، ما تأزموش حياتكم. اهي بالعيش مع الطحينه رهيبه جدا، مع البتنجان المخلل وبطاطس محمره، وقطعت خيار وبقوطه. واكله ما شاء الله حلوه وغنيه بالفيتامينات، لان هي كلها بروتين. فيها البتنجان ده بروتين ونشويات، فيها كل حاجه حلوه قوي. البيض يعني اكله حلوه قوي قوي. اتمنى تعجب حضراتكم، وبهنا تكون هي خلصت حلقتنا.